وبينزل كيفن وبيدور على البيتزا بتاعته، ومحدش ساب له اي حاجه منها، فبيزعل وبيضرب اخوه اللي بيوقع اللبن على الباسبورات بتاعتهم، وكلهم بيزعلوا منه، وبتقرر مامته انها تعاقبه وتطلعه انه ينام لوحده. وبعد كده بتدفع فلوس البيتزا للدليفري، وبتعرف الضابط انهم مسافرين الصبح لباريس. وبعد كده بيطلع كيفن واللي بيتمنى ان هو يصحى وما يلاقيش اي حد منهم، وبعدها كلهم بيناموا. لكن بسبب العاصفة سلوك الكهرباء والتليفونات بتتقطع، والمنبه مش بيرن، وطبعا بيصحوا متأخر وبيلموا حاجتهم بسرعة عشان يخرجوا. وبتبدأ بنت عمهم إنها تعدهم كلهم عشان ما ينسوش أي حد، لكنها بتعد ابن الجيران اللي كان موجود معاهم بالغلط جوه العربية عشان كان بيلعب جواها وكان مستني إن هو يودعهم. وبعدها بيتحركوا على المطار وبيجروا عشان يلحقوا الطيارة، وفعلا بيلحقوها في آخر لحظة، والطيارة بتبدأ تتحرك وبيصحى كيفن بيلاقي نفسه في البيت لوحده، وبيفضل يدور عليهم في البيت كله في أوضة أوضة لحد ما بيخاف وبيطلع يجري بره